بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل المتابعين الكرام. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا وناس كتير جدا بتطلبها، وهنعملها بطريقة أجمل بكتير جدا من الجاهزة. هنعمل شوربة الدجاج بالكريمة. تابعوني لآخر الفيديو ونشوف هنعملها النهاردة مع بعض إزاي. دي مكوناتنا اللي هنستخدمها. هنستخدم أول حاجة الفراخ، هنكون مقطعينها قطع زي ما احنا شايفين، مكعبات صغيرة كده، وهنكون متبلينها. هنا متبلة بعصير مية بصل وملح وفلفل أسود ورشة من الزعتر، ده اختياري، ونضيف عليها معلقة كبيرة من المستردة لو موجود، هديها طعم أفضل بكتير. بعد ما ننقعها في تتبيلة حوالي ساعتين، بنقطع معانا بصلة متوسطة زي ما احنا شايفين، تتقطع قطع صغيرة جدا بالمنظر ده. كل ما كانت أصغر كل ما كانت أفضل. وبعد كده بنستخدم معانا فصين من التوم متقطعين قطع صغيرة، مش مهروس، متقطع قطع صغيرة زي ما احنا شايفين كده. وهنا هستخدم مشروم معلب، لو فريش هيكون أفضل. وهستخدم معايا لتر من الحليب كامل الدسم. وبعد كده طبعا الكريمة اللباني أو كريمة الطهي دي اللي بتدينا النكهة والطعم الغني للشوربة. وهستخدم معايا معلقة كبيرة من الزبدة، ويفضل زبدة حيواني يكون طعمها حلو، في طاسة على النار. وهستخدم هنا إناءين لعملية الطهي، طاسة وحلة. الطاسة تكون مسطحة زي ما احنا شايفين كده، بضيف فيها حوالي معلقتين لتلاتة زيت، وبنزل عليها بالبصلة المتقطعة لما الزيت بتاعي يسخن. وهقول لكم ليه هستخدم إناءين من الطهي. لما البصل بتاعي يبتدي يتحمر يسخن ويبتدي لونه يدخل في اللون الذهبي، بنزل عليه بفصين التوم، واللي مش بيحب التوم ممكن يضيف فص واحد بس أو يستغنى عنه، ولكن هو طعمه أساسي في الشوربة. بقلب بقى المكونات كلها مع بعض عشان البصل والثوم يبتدوا يدخلوا في السوا. وبعد كده لما الطاسة بتاعتي بتسخن بنزل عليهم بالفراخ. الفراخ لما بتنزل بحاول أوزعها، أو بمعنى أصح بفرشها في الطاسة، عشان كده استخدمت طاسة مسطحة علشان ما تنزلش المية بتاعتها. ولما تيجي كلها فوق بعض بتنزل عصارتها وبتنشف معايا. فأنا هوزعهم زي ما احنا شايفين كده عشان يتحمروا بشكل كويس ويستووا بشكل جيد، ويفضلوا محافظين على العصارة بتاعتهم جواها، وتبقى الفراخ طرية أثناء الأكل. بعد كده ضفت عليهم هنا معلقتين من الصويا صوص، دول اختياري، لو موجودين أوكي، مش موجودين مفيش مشكلة. بقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، وبتبتدي زي ما احنا شايفين البصل ينزل الكرملة بتاعته في الطاسة، وده هنشوف هنستخدمه ازاي. ضفت بعد كده نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من البصل البودر. وبعد كده بقلب كل المكونات دي مع بعض، وزي ما احنا شايفين الكرملة بتاعت البصل والثوم. وكمان هبتدي اضيف عليهم الدقيق. دلوقتي هضيف معلقتين من الدقيق، معلقتين كبار لكن مش مليانين قوي، معلقتين كبار عاديين. وده المقدار المناسب على لتر من الحليب. شايفين الطاسة عاملة ازاي من تحت؟ لا دي مش محروقة. في ناس هتقول دي اتحرقت منك يا شيف. لا، محروقة يبقى لونها اسود، لكن طول ما هي لونها البراون البني ده، انا كده دلوقتي هديت النار بتاعتي وقلبت الدقيق كويس جدا اتشوح، عشان دي اللي هتدينا تركة الطعم. ضفت نص مكعب الزبدة اللي معايا. وبعد كده بعد ما ساح، انا دلوقتي وطيت النار خالص، بعد ما ساح ابتديت انزل بالحليب. وطبعا بكون ضفت الملح بتاعي حسب الرغبة. بعد كده بنزل بالحليب بتاعي، وبكون مهدي النار، وهبتدي بقى اطلع الطبقة اللي انا كرملتها في الطاسة من تحت. هي دي بقى اللي هتديني التيست المميز جدا للشوربة، هي هتطلع معايا بمنتهى البساطة. طيب فين المشروم اللي احنا قلنا عليه في بداية الوصفة مع المكونات؟ الحقيقة انا ما ضفتش المشروم مع الشوربة بتاعت الكريمة، لان انا هستخدمه في وصفة تانية دلوقتي، طبق مكرونة هنزله لكم في فيديو مستقل. ولكن اللي يحب يضيف مشروم مع الدجاج بيستنى بعد الدجاج ما يستوي، والمرحلة بتاعة المشروم بتبقى بعد الدجاج والبصل والثوم ما يستووا، بينزل يتشوح معاهم لغاية لما يبتدي ياخد لون بني فاتح. بعد كده بكمل خطواتي عادي جدا لغاية الآخر بنفس التفاصيل. بعد ما شلت الطبقة اللي في الطاسة بشكل تام زي ما احنا شايفين، طلعت بمنتهى البساطة. وعلى فكرة دي بتدي طعم جميل جدا، وهي سر اللون البني اللي زي ما احنا شايفين دلوقتي. اللون يعني فيه سنة صفار كده، هي دي الكرملة بتاعت البصل والكرملة بتاعت الدجاج، البهاريز زي ما بنقول، دي بتدي طعم حلو جدا. طبعا انا ضفت في الطاسة حوالي كوباية من الحليب، دوبت بيها كل المكونات. بعد كده ضفت باقي كمية اللتر كامل في الحلة. ولما القوام يوصل معايا زي ما احنا شفنا كده، بهدي النار تماما واحط علبة الكريمة، كريمة الطهي. وطبعا اللي مش عاوز يستخدم كريمة طهي ممكن يكتفي بالمرحلة لغاية قبلها بالظبط. وبضيف في الآخر معلقة من الزبدة أو نص مكعب الزبدة اللي كان معايا، اللي ضفت نصه في الأول، وده النص التاني بحطه في الآخر.
باحطه في آخر حاجة خالص وأطفي على النار عشان يسيح ويفضل طعمه موجود هو وكريمة الطهي في الشوربة. لمّا الحاجات دي ما بتتعرضش لحرارة عالية باكلها كإني باكل طعمها بشكل مباشر، ده بيفرق كتير جدًا معايا في التيست. طبعًا كل ما الزبدة كانت نوع كويس ونوع جيد، كل ما كان طعمها واضح جدًا وطعمها أجمل، وكذلك كل ما كانت كريمة الطهي نوع جيد، كل ما حسيت بطعم أجمل وأغنى في الشوربة بتاعتي. ممكن نقدمها مع جارليك بريد اللي هو خبز التوم والزبدة، كنا عملناه قبل كده في فيديو سابق، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ويا ريت بقى لما تعملوها إن شاء الله وتعجبكم، مستني تعليقاتكم، مستني الريفيوهات بتاعتكم الحلوة على جروبنا فود ستيشن بابليك على الفيسبوك. وما تنسوش اللايك عشان اللايك ده بيرفع الفيديو وبيرفع مستوى المشاهدات على القناة. وهتوحشوني جدا إن شاء الله لغاية في الفيديو القادم، مع ألف مليون سلامة على قناتكم، قناة شيف محمد شحاتة.